ايه شعوره ناحيتكم بعد اخر موقف حصل ما بينك وما بينه؟ سواء الموقف ده كان خناقة، كان موقف رومانسي، اي موقف حصل ما بينك وما بينه اخر موقف، مكالمة، رسالة، مقابلة. شوف هو حس بايه بعد الموقف الاخير اللي حصل ما بينك وما بينه. معانا مجموعتين. المجموعة الاولى الخاتم الاخضر ده، والمجموعة التانية الخاتم الاحمر ده. باين. اختاروا خاتم من الاتنين وشوف شعور الشخص ده ليك ايه بعد اخر موقف حصل ما بينك وما بينه. يلا هنبتدي باللي اختاروا الخاتم الاخضر، نشوف شعور الشخص ده ليك ايه بعد اخر موقف. انت عندك له معاتب كبير جدا على الشخص ده وزعلان منه جدا، وهو كمان حاسس ان هو يعني جه عليك، ظلمك، حاسس ان انت عندك عتب ولوم شديد جدا، وان انت لو شفته او اتكلمت معاه دلوقتي هتبقى عايز تحاسبه على حاجة حصلت ما بينك وما بينه. ده طاقتك من ناحيته دلوقتي، وهو كمان برضو حاسس بان هو مش ما كانش كويس معاك او ما ادكش حقك، ظلمك في شيء. ايه شعوره بعد اخر موقف حصل ما بينك وما بينه؟ هو شعوره دلوقتي هو زعلان جدا وندمان قوي، حاسس بندم شديد على الطريقة اللي كلمك بيها او اللي عاملك بيها. ممكن يكون انت حاولت تفتح معاه كلام وهو صدق، او حاولت تعاتبه في حاجة زعلتك وهو ما اداش اهتمام، فانت ابتعدت، خدت جنب، زعلت. هو ندمان جدا. ممكن تكون انت لومته وعاتبته بكلام صعب، قلت له انا مش عايزه اشوفك تاني، انا خلاص تعبت منك، انت ظلمتني، انا مش مسامحاك، حاجه زي كده. انت لما قلت له الكلام ده هو عمال بيفكر فيه وحاسس بحزن شديد جدا وندم شديد. طيب كمان هو حاسس ان هو عايز يفتح لك قلبه ويتكلم معاك دلوقتي، وسط شكله زعل ولا مش عارف. هو حاسس ان هو عاوز يفتح قلبه ليك ويتكلم معاك ويقول لك اللي جواه بمنتهى الصراحة. طيب المجموعة التانية الخاتم الأحمر ده، مشاعر الشخص ده ليك ايه دلوقتي؟ الشخص ده شخص ناجح جدا، ممكن يكون مشهور او حد يعني بيطلع على السوشيال ميديا، او هو شخص ليه بوزيشن عالي، وضعه ومكانته عاليين يعني، وانت كمان برضو شايف نفسك وقدرت ذاتك، ويعني مش هتقبل بقى اي حاجة دلوقتي يعني غير اللي انت تستاهله. يعني انت عليت من استحقاقك، ودي طاقة حلوة انت فيها دلوقتي. الشخص ده حس بايه بعد اخر موقف؟ اخر موقف ده ممكن يكون يا اما رسالة او مكالمة حصلت ما بينكم وما بين بعض، ممكن تكون انت اتصلت بيه او بعت له رسالة او حاجة زي كده، وهو كان رده شوية بارد، يعني كان بارد، ممكن ما ردش عليك او حتى رد بكلمة واحدة، بايموشن حاجة كده، يعني رده كان بارد ومقتضب جدا يعني، مما اثار غضبك وخلاك قلت لا انا هقدر نفسي، هحط نفسي اولا، وبعد كده انا مش هدي فرص تاني، مش هسأل عليه تاني. انا هعرفه بقى قيمتي، وهعرفه انا ابقى مين. هو حس بكده بقى، هو حاسس ان انت مش هتكلمه تاني، وان انت حبيت نفسك الاول وقدرت ذاتك، وان هو كان شخص بارد معاك، وان انت دلوقتي اللي بترد له البرود ده، انت دلوقتي اللي بترد له اللي هو عمله فيك. فهو دلوقتي قاعد بيفكر، بيحاول يوجد حل او طريقة ان هو يدخل يكلمك تاني او يقرب منك تاني. ففي كل الاحوال هو حس بغلطه، وحس ان انت دلوقتي مش هتديله فرصة تانية زي زمان.